في ظل ارتفاع درجة الحرارة والأزمة، أزمة الطاقة اللي احنا عايشين فيها، وتخفيف الأحمال لدرجة إن هي توصل ل3 ساعات، والأزمة الكهرباء عامة، إلا إن في شعاع نور مضيء كده، وفي مبادرة رائعة قام بيها نيافة الأنبا بافلي أسقف عام كنايسنا في اسكندرية. ان هو قرر انه يفتح القاعات الملحقة بالكنيسة بكل الكنايس في اسكندرية، واللي بيتوفر فيها كل وسائل الراحة، زي مثلا التكييف والمولدات الكهرباء لشبابنا في الثانوية عامة، من شباب المصريين من الثانوية عامة، مسلمين ومسيحيين، ودعاهم ان هم يجوا يذاكروا في القاعات، وكمان هيقدم لهم مشروبات مجانية. الحقيقة الموقف ده رائع جدا، هي دي المحبة. يا بختكم يا اسكندرية بجد بنيافة الأنبا بافلي، مبادرة رائعة. امبارح لما سمعت المبادرة دي لقيت إن كله ابتدى يقلد المبادرة دي في كل كنايس الأوبرشيات في أسيوط وفي السويس وفي كل حتة. الكل ابتدى يعمل زي ما نيافة الأنبا بافلي ما عمل. هو ده اللي احنا منتظرينه من الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، الدور المجتمعي في الأزمات. بناشد ان كلنا نتعلم من اللي حصل في اسكندرية، ونفتح مراكز الشباب، ونفتح كل المؤسسات، خصوصا اللي بتوفر فيها مولدات كهرباء وتكييف، علشان خاطر شبابنا اللي في الثانوية العامة، لان دي مرحلة صعبة جدا. حقيقي حاسس بالفخر باللي حصل ده، شيء يدعو بالفخر. هو ده دور الكنيسة فعلا، الدور المجتمعي. الأزمات بتبين المعادن الرائعة، ونيافة الأنبا بافلي معدنه رائع جدا، وقائد للكنيسة في اسكندرية حكيم جدا. شخص واحد اهو قدر يخلي كل الكنايس وكل المؤسسات تفكر في الموضوع ده وتبادر ان احنا نلحق نقدم حاجة لولادنا في الثانوية العامة. فخور جدا باللي حصل ده، ومبسوط ان ده حصل، و... وان شاء الله تعدي الازمة وربنا يقف مع شبابنا في الثانوية العامة.